بتشوف حاجات سودة بتتحرك قدام عينك أو بتحس بومضات نور من فترة للتانية، يبقى الفيديو ده ليك. ساعات وانت بتبص في السماء او على حيطه لونها فاتح بتشوف خيوط سودة او نقط قدام عينك وبتتحرك مع حركه عينك. ما تقلقش، دي حاجه اسمها الذبابه الطايره. الذبابه الطايره هي عباره عن شويه تغيرات بتحصل في الجسم الزجاجي للعين، وبتحصل بشكل اكتر مع المرضى كبار السن، وساعات بتحصل بعد خبطه للراس او بعد اجراء عمليه داخل العين. التغيرات دي بينتج عنها ظهور بعض الشوايب داخل العين، وبتتحرك مع حركة العين ومفيش منها أي قلق وما بتحتاجش أي نوع من العلاج. مع الوقت الشوايب دي بتصغر في الحجم والمخ بيبدأ يبعدها عن مجال الرؤية للمريض، وبالتالي نادرا جدا إنها بتبقى مزعجة بعد مرور فترة من الوقت. ولكن أحيانا بتبقى الذبابة الطايرة عرض لمشكلة أكبر، هي القطع في الشبكية، ودي مشكلة بتستدعي مننا التدخل العاجل لحلها. عشان كده في علامات تحذيرية لو حصلت لازم تروح فورا تكشف عند الطبيب المختص، وهي الشعور بنزول ستارة على العين بتخلينا مش شايفين كويس في جزء من مجال الرؤية، أو لو حسينا إن النقطة السوداء دي بقت نقط كتير وبتزيد وما بتقلش. غير كده الذبابة الطايرة حاجة بسيطة لا تستدعي القلق إطلاقا.